الرحمن الرحيم. اليوم اطلعنا الأعمال الجارية والتي تقوم بها مديرية بلدية تكريت في منطقة القادسية، وخصوصا شارع الدفاع المدني أو شارع جامع أبو بكر الصديق. العمل كان به معوقات سابقا خلال الأسابيع الماضية، وهو أنه عدم وجود خط مجاري مطري تم تنفيذه في الوقت الحاضر. يوم الخميس تم إكمال هذا الخط من قبل دائرة مجاري صلاح الدين، وباشرت كوادر بلدية تكريت بمزاولة وإعادة العمل بهذا الشارع. إن شاء الله خلال أيام قليلة سوف يتم انتهاء العمل بهذا الشارع من أعمال أرصفة وكربستون وبيهارتون ونصب الأعمدة وتهيئة الشارع لأعمال التبليط. هذا بما يخص هذا الشارع. هناك عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله مشروع ثاني سوف ينطلق في منطقة القادسية ضمن مشاريع بلدية تكريت وعلى الميزانية الخاصة بها. هذا الشارع من الشوارع الحيوية وبعرض 30 متر أيضا. بالإضافة ننتظر المشاريع التي سوف تصادق شارع يسمى بالعيادات الطبية، الشارع الذي يربط هذا الشارع بشارع قطعة 500، شارع يعني من الشوارع المهمة والتجارية في منطقة القادسية. بالإضافة إلى مشاريع محافظة صلاح الدين ضمن الاستقرار سوف تنطلق إن شاء الله خلال أيام حين وصول المبالغ إلى محافظة صلاح الدين. سيد المحافظ الأستاذ بدر الفحل مهتم في منطقة القادسية بشكل رئيسي جدا بما تعانيه هذه المنطقة من سوء الخدمات بسبب مشروع المجاري الذي وقع في خلال السنوات السابقة ولم يكتمل لحد الآن. إن شاء الله الأسبوع القادم سوف تنطلق مشاريع المحافظة إن شاء الله. شكرا. المهندس الصيف جاسم، مدير بلدية تكريت.